كاني آكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نستكمل فيه الحديث عن مواصفات المنافق وعن خصال المنافقين، بعد أن تعرفنا على النفاق كمرض وعلى خطورته على الفرد والمجتمع، والذي للأسف ينتشر فيه المنافقون ويتغللون في المجتمع وينتشرون فيه من دون أن يشعر بهم أحد، يمكرون بين الناس ويصنعون الدسائس ويخفونها في صفوف المجتمع خفية عن أعين الناس وبعيدا عنهم، وقد حذرنا من شرهم ومن خطرهم. لذلك هؤلاء القوم لهم صفات ولهم مواصفات وخصال، لابد للمؤمن والمسلم والباحث عن القلب السليم أن يتعرف على هذه الخصال، إما من خلالها ليتعرف على أصحاب هذه الخصلة فيجتنبهم، أو من أجل أن يتعرف فيه على قلبه هل تمتلك صفة ومزية من هذه الصفات. الخصلة الأولى هي الغمز واللمز. الصفة الأولى والخصلة الأولى والعلامة الأولى من علامات المنافقين التي من خلالها تتعرف عليهم هو الغمز واللمز في اللسان. وهذه العلامة نبه الله المصطفى عليه الصلاة والسلام لها، فقال: ولتعرفنهم في لحن القول، لحن الكلام، أولى العلامات وأولى الإشارات من خلال أحاديثه، من خلال تلك الكلمات التي يلقيها. لذلك في الحديث الصحيح المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان، شخص لسن يجيد تزيين باطله وتحسين بضاعته بكلام ولين للألفاظ وتلاعب بالمعاني وتورية في الكلمات جدالا ومراء، يتفرغ ويتفرع من الغمز واللمز والجدال أن يقول ما ليس بقلبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنه ذو الوجهين وذو لسانين. والمصطفى عليه الصلاة والسلام لعن ذو الوجهين فقال: ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو اللسانين، ملعون كل شفار، ملعون كل قتات، ملعون كل منان. الشفار هو المحرش والمحرض بين الناس فيلقي بينهم بالعداوة والبغضاء، والقتات هو النمام في مفهومه العام، وله تخصيص أن النمام هو الذي يستمع للقوم ويكون معهم فيستمع لهم وينقل حديثهم. أما القتات فهو الذي يختلس السمع ثم ينقله بين الناس. والمنان هو الذي يصنع الخير ويمن به: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن فالمنافق يقول ما ليس بقلبه لأنه ذو الوجهين، وهو بسبب ذلك ملعون. ينتج من هذه أيضا الذبذبة. الصفة الثالثة والعلامة الثالثة أن المنافق مذبذب، حيث يكون المنافق متعمقا في درك النفاق
بحيث لديه استطاعة يخدع الطرفين، فلا هو من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يمشي حسب المصلحة، أينما وجدت مصلحته وجد، وهذا ما نستطيع أن نسميه النفاق المزدوج. والتاريخ يذكر ولا زال يذكر أن من الجواسيس الدوليين من يفعل أكثر من ذلك من أجل المصلحة، ولذلك كان خطرهم أشد من خطورة جيوش كبيرة محاربة، لأن الجيوش تغير عليك من مواقع الحذر، المواقع التي تتوقعها. أما المنافقون فيحاربون ويغيرون من مواقع الأمن، هي المواقع التي لا رقابة فيها وليست فيها تحصنات، ولا تتوقع أن يغير عليك العدو من خلالها. إنهم المنافقون المتلونون. الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة بين غنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. الشاة العائرة هي المترددة الحائرة. أيضا على سبيل المثال، كثير ما نسمع هنا في المغترب عن حدوث مشكلة بين شخصين، بين شريكين، فإن كانت مصلحته بالقانون ويستطيع أن يحصل على حقه بالقانون يشدد ويؤكد على قيم الدولة التي يقيم فيها. يا أخي، نحن في بلد القانون، ولا بد أن نحترم الجنسية التي نحملها. وإن كان حقه ضائعا في القانون والشرع يحفظ له حقه والفقه يحمي له حقوقه، تجده مباشرة يستدير 180 درجة. يا أخي، لماذا نذهب إلى القانون؟ ما عندنا مشايخنا، من يومنا مشايخنا ونحن هم بركتنا، فلماذا لا نذهب إليهم؟ فهو دائما حريص على المنافع الدنيوية، فإن كان هناك نفع عند المؤمنين قال أنا منكم، وإن رأى منفعة عند غيرهم قال أنا معكم. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نك معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ينتج من هذا الأمر أيها السادة الصفة الرابعة، وهي فلسفة الإفساد. تراه يفلسف الإفساد. وصفهم الله بأصحاب القلوب المريضة وحكى عن فلسفتهم، فقال ربنا عز وجل: في قلوبهم مرض. المنافقون هؤلاء القوم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نتيجة لهذه الفلسفة الساقطة تجد عنده الصفة الخامسة ألا وهي استصغاره للذنوب والمعاصي وعدم المبالاة بها. لذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل
يخاف أن يقع عليه. وإن المنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. من خلال كل هذه الصفات الخمسة المتقدمة، الغمز واللمس وقول ما ليس في القلب والذبذبة والفلسفته للإفساد واستصغاره للذنوب والمعاصي، تكون النتيجة أن يتخلق فيه وتتواجد لديه 4 صفات حدثنا عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا اؤتمن خان، إذا أمنته على أمانة خانك فيها، إما بإهماله حفظها أو بالتسويف بأدائها أو باستغلال المناصب التي يتولاها بالرشوة والتكسب وغير ذلك، إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب، لا يصدق ولا يمكن أن يحب الصدق، لأن الصدق هو تعبير حقيقي عن الإنسان ومشاعره وكلماته، بينما طبيعة المنافق وشخصيته أنها تستطيع التلون حسب المواقف والظروف، ولا يلائمها الصدق بل يلائمها الكذب والخداع. وإذا وعد أخلف، فإذا تواعد مع امرئ على موعد يلتقيان فيه تجده يتخلف عن ذلك الموعد بأتفه الأسباب وأوهن الحجج. فشخصية المنافق تخشى الوفاء بالوعود، لأنها الوفاء بالوعود تدل على الصدق والوضوح، وشخصية المنافق شخصية متذبذبة ضبابية. وإذا خاصم فجر، يتجاوز الحد في خصومته ليقلب الحقائق. تراه إذا اختلف مع إنسان لسبب معين قد لا يكون مهما يفجر الخصومة ويفجر فيها ويبالغ، وذلك بأن شخصية المنافق لا تبقى على حال مع أحد، وبالتالي لا تكون صداقات حقيقية دائمة. ومن يفقد ذلك يفقد معاني الوفاء والأخوة والرفق في بناء علاقاته مع الناس، وإنما بناؤه للعلاقات وفق مصلحته. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الخصال السيئة كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.